انت مؤمن؟ طبعا. اهو ده عيبك. ليه؟ عشان المؤمن دايما مصاب. فعلا انا طول عمري مصاب. مصاب بايه؟ بالفقر والديون. تصور اني مش قادر اشتري عجله لابني، بسكليت قديمه سكند هاند تمنها 6 جنيه مش قادر ادفعها. ما يكونش عندك فكره ابدا. كله يهون. بكره الفقر يهون والديون تتسدد وابنك هيكون عنده بسكليت والسكند هاند ب6 جنيه، جديده نوبي ب13 جنيه. منين ده؟ انا قربت اكفر. لا انا مش عايزك تكفر، انا عايزك تؤمن بيا انا. اؤمن بيك انت؟ ليه؟ انت مين؟ بعدين هتعرفها. امتى؟ لما اقدم لك الدليل المادي. اطمن، خلاص انا لقيت لك الحل اللي هينولك الثروه اللي انت عايزها. انت عايز الثروه، انت بتجري ورا الثروه. ادي ثروتك في ايدي. ازاي؟ مش فاهم. تمضي على الاتفاق تلاقي الثروه كلها. اتفاق ايه؟ مش هديلك فلوس، انا هطلعك على سر تشتغل بيه. السر ده هو مفتاح الثروه. انت دكتور وتعرف ان الحياه مكتوبه ومحدده بالاجل. اللي مكتوب له انه يعيش هيعيش، اما اللي اجله انتهى خلاص انتهى. اللي مكتوب له انه يعيش كوبايه ميه تشفيه، اما اللي اجله انتهى هتلاقي مكتوب عليه وش الموت. بص لي هنا هتشوفه زي ما انت شايف دلوقتي. انا مش عارف ارد لك جميلك ده ازاي. امضي على الاتفاق، امضي وانت ترد لي الجميل وتكسب الثروه كلها. امضي. مفيش وقت. مفيش وقت؟ ليه؟ هي الساعة كام؟ ياه، دي الساعة 3 بعد نص الليل. لكن قول لي انت جيت ازاي؟ ومين فتح لك الباب؟ انا ما بستعملش ابواب ولا شبابيك. انت الشيطان. نبيل